لو حصلت لك عمرك ما هتنساها. قلبك بيدق كأنه هيخرج من مكانه، نفسك عمال يضيق، ايدك عمالة تنمل، وصوت جواك بيقول لك خلاص انا بموت دلوقتي او ان انا هتجنن. في اللحظة دي بيكون عندك يقين كامل ان في كارثة هتحصل. بس انا هقول لك سر محدش قاله لك كتير، النوبة دي بتكذب عليك. في اوقات كتير جدا مش بيكون في اي خطر حقيقي اصلا. رأيي وتحليلي ان اكتر حاجة مرعبة في نوبات الهلع مش سرعة ضربات القلب ولا الدوخة ولا ضيق النفس. اكتر حاجة مرعبة انك تبدأ تخاف من نفسك ومن جسمك، تخاف تخرج، تخاف تسافر، تخاف من الاماكن الزحمه، وحياتك كلها بتتحول بالتدريج لدايره مقفوله مبنيه على تجنب النوبه الجايه، وده اللي العلماء بيسموه الخوف من الخوف. العلاج المعرفي السلوكي بيقول ان المشكله الاساسيه ما كانش في النوبه نفسها، المشكله في تفسيرنا للنوبه. قلبك يدق بسرعه فعقلك يقول لك خلاص قلبك هيقف، هيحصل لي جلطه، تبدا تدوخ، تحس انك انت هتقع من طولك، فتخش في دايره مرعبه. خوف يجيب اعراض جسديه، يجيب خوف اكبر واعراض اشرس. اللي بيحصل جوه دماغنا ان مركز الانذار اللي هو في اللوزه الدماغيه بيضرب جرس خطر في وقت غلط، زي بالظبط جهاز انذار الحريق اللي شغال باعلى صوت بس مفيش اي حريق في المكان. جسمك بيستعد لمعركه حياه او موت مع انك قاعد امن في بيتك او في عربيتك. ودلوقتي عايزك تسمعني كويس جدا لان دي اهم نقطه. كل النصايح اللي الناس عمالين يقولوها لك من حواليك زي اهدى، حاول تحارب الاحساس اللي جواك، حاول ما تفكرش، دي بتزود الطين بله. لانك لما بتحارب النوبه انت بتاكد لمخك ان في خطر حقيقي، فاللوزه الدماغيه تدق الجرس اعلى، انت حرفيا عمال تطفي النار بالبنزين. عشان كده احدث مدارس العلاج النفسي زي العلاج بالقبول والالتزام بتقول لك العكس تماما، بتقول لك ما تحاربهاش، اسمح لها انها تكون موجوده، قول لنفسك ده احساس مزعج جدا بس مفيش خطر، قلبي بيدق بسرعه بس مش هيقف. لما تبطل تخاف من النوبه، النوبه بتفقد قوتها، وده العلاج الاكثر فاعليه علميا لحد دلوقتي. لو بتعاني من نوبات الهلع انت مش بتفقد عقلك ولا انت مجنون لا سمح الله ولا انت ضعيف الشخصيه، انت انسان عنده جهاز انذار نفسي بقى حساس اكتر من اللزوم. زي ما دماغك اتعلم الخوف يقدر يتعلم من الامان من تاني. المره الجايه اللي تحس فيها بالنوبه بتقرب، بدل ما تقول انا بموت قول لها بثقه انت بتكذبي عليا وانا عارف. احفظ الفيديو ده عشان وقت النوبه مش هتفتكر الكلام ده بس هتلاقيه هنا يطمنك. ابعته لاي حد بتحبه بيعدي بالوجع ده لوحده. تابعني عشان موضوع جديد لراي وتحليل. سلام.